حاكم تكساس يتحدى بايدن ويصفه بالخارج عن القانون. فهل تشهد أمريكا حرباً أهلية قريباً؟ ازدادت التوترات بشكل كبير في ولاية تكساس الأمريكية بعد إصدار المحكمة العليا قراراً يطالب الولاية بإزالة الأسلاك الشائكة والحواجز التي وضعتها على طول الحدود مع المكسيك. لكن حاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت رفض قرار المحكمة وتعهد بمواصلة تأمين الحدود، مستحضراً حق الولاية في الدفاع عن نفسها، ما أثار خلافاً كبيراً مع إدارة الرئيس جو بايدن بشأن أزمة المهاجرين المتصاعدة في أمريكا. 25 ولاية وقفوا إلى جانب أبوت في المواجهة مع الحكومة الفيدرالية، وعرض حاكم ولاية ساوث داكوتا وحاكم ولاية أوهايو بدفع قوات الحرس الوطني في ولايتهما إلى تكساس لمواجهة القوات الفيدرالية التي تدخلت لإزالة الأسلاك الشائكة بأمر من بايدن رغما عن إرادة الولاية، ما ينذر بحرب أهلية في الداخل الأمريكي قد تؤدي إلى انفصال ولاية تكساس عن أمريكا، والتي ستكون ضربة قاتلة للاقتصاد الأمريكي. فولاية تكساس يحتل اقتصادها المرتبة التاسعة بين الأكبر في العالم، متفوقا على العديد من البلدان مثل روسيا وإسبانيا وأستراليا. وتعد هذه الولاية مركز الطاقة في الولايات المتحدة، فهي تنتج 42% من النفط الخام و27% من إنتاج الغاز الطبيعي في أمريكا، ويبلغ معدل خلق فرص العمل فيها حوالي 4% سنوياً، وهو أعلى بكثير من المعدل الوطني البالغ 2.7%. فهل تعود تكساس إلى ما كانت عليه قبل نحو 170 عاماً، دولة مستقلة اعترفت بها الولايات المتحدة وفرنسا وأسبانيا، أم يحل الأمر على طاولة المفاوضات؟